السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير إن شاء الله وفي أحسن حال. النهارده جايبة لكم وصفة تحفة، مع للأسف في ناس كتير ما بقتش تعملها ومش معودين ولادنا عليها، الخبيزة. أنا عاملاها لكم بالفريك، في ناس بتعملها بالرز وفي ناس بتعملها من غير أي حاجة، بس فعلًا الفريك بيدّيها نكهة أحلى كتير ونكهة مميزة جدًا، ده غير إن فايدتها بتزيد. الخبيزة فيها فيتامينات عالية أوي، والمفروض نعملها أكتر من مرّة في الشتا، وخصوصًا في الشتا لإن ده الموسم بتاعها وولادنا يتعودوا عليها. خلاص نبتدي في الوصفة ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هنا جايبة حوالي كيلو، طبعًا هي الكمية بتاعتها بتقل جدًا لإن هي ورق، فالورق طبعًا بيبقى فيه نسبة مَيّة عالية ونسبته بتقل، كميته بتقل جدًا. أنا جايبة كيلو بتقطّفيه زي الملوخية، يعني زي بالضبط الملوخية بتقطّفيه. خلاص غسلتها كويس جدًا بعد التقطيف وسِبتها تتصفى في مصفى تنزّل منها مَيّتها. هنا تقدري تخرّطيها بالمخرطة أو تضربيها في الكبة، أو بقى زمان أهالينا كانوا بيعملوها بحاجة اسمها المفرك. خلاص، طبعًا المفرك مش موجود دلوقتي، أنا ضربتها في الكبة بطريقة سهلة، وأنا على فكرة باعمل الملوخية بتاعتي على طول في الكبة، ده ما دام ربنا مدّينا نعمة ومدّينا حاجة نقدر نوفّر بيها وقت ومجهود وتدّينا نفس الطعم ما بتتغيّرش، يبقى إيه، يبقى خلاص نستخدمها. هي مش شطارة يعني إن أنا ربنا مدّيني حاجة يريّحني بيها وأنا إيه، وأنا أقول لأ لازم مش عارف إيه أخرّطها بالمخرطة. خلاص، ونفس على فكرة الطريقة ونفس الطعم ونفس الريحة، ما بيغيّرش منها أي حاجة. أنا خرّطتها دخّلتها في الكبة، ضربتها في الكبة ناعم، في ناس بتحبها ناعمة أوي، في ناس دي حسب رغبتِك أنتِ. هنا بقى هننزل بالبصلاية مقطّعة مكعبات صغيّرة مع رشة ملح ورشة فلفل ومكعب، مش عايزة تحطّي مكعب ما تحطّيهوش، وهانزل بحوالي نُص كوباية فريك مغسول ومنقوع ومتصفّي كويس جدًا. الفريك هنا يعني نُص كوباية على كيلو خبيزة، طبعًا عشان ده برضه الفريك ما يبقاش نسبته عالية أوي ويبقى شكل الطبخة مش مضبوط. قلّبت الفريك مع البصلاية وننزل بقى بحوالي كبشتين شوربة أو أكتر على حسب الفريك ما يستوي فيها، تمام، وهنسيب بقى الفريك ده على نار هادية كده يستوي براحته. هنا دي مرقة، أنتِ عايزة تعمليها على مرقة لحمة، عايزة تعمليها على مرقة فراخ، عايزة تعمليها على مرقة عادية، عايزة تعمليها على براحتك زي ما تحبي، دي حسب رغبتِك أنتِ. أنا عاملاها على مرقة فراخ، شوربة فراخ، تمام. هنا خلاص الفريك استوى، هانزل بشبت وكزبرة حوالي كوباية صغيرة مفرومين ناعم أوي. أنا طبعًا عاملاها بطريقة مختلفة عن الطريقة التقليدية اللي الناس كلها بتعمل بيها، بس جربي الطريقة دي بجد هتعجبِك جدًا. وننزل بالفريك بالخبيزة بتاعتنا اللي متخرطة في الكبة. طبعًا أهالينا زمان كانوا بيحطوا بقى الورق نفسه في الشوربة كده، وبعد الورق ما يبتدي يطرى ويبتدي يلين بيضربوه بيفركوه بالمفرك، تمام. هنقلّب بقى ونبتدي نضبّط القوام بتاعنا بتاع الخبيزة بإن إحنا نحط المرقة بتاعتنا أو الشوربة بتاعتنا، نفضل نحط فيها لغاية القوام ما يتضبّط تمامًا. في ناس بتحبه خفيف يشربوها كشوربة، وفي ناس بتحب تغمّزها بالعيش، تاكلها بالعيش، فطبعًا بتحبها تقيلة شوية، على حسب كل واحد ورغبته. هنفضل نزوّد في المرقة بتاعتنا لغاية القوام بتاعنا ما يبقى مضبوط. هي ما بيتحطّش فيها أكتر من الملح والفلفل اللي في الشوربة واللي حطيناه في البصلاية اللي حطيناها في أول الطبخة، وشوية كزبرة ناشفة، مش أكتر من كده. هنا بقى باجيب طاسة باحط فيها سمنة مع كزبرة وشبت برضه خضرا متقطّعة ومع سلق. على الكيلو باحط حزمة سلق كبيرة، لو حزمة السلق مش كبيرة حطّي 2 صغيّرين، وشبت وكزبرة، تمام. مع سمنة، الحركة دي شوية شبيهة بالقلقاس، بس أنا ما باوصّلهاش لمرحلة القلقاس. اعملوا الخبّزة بالطريقة دي هتعجبكم جدًا. خلاص السمنة هتبتدي تسيح، وطبعًا الخضار بتاعنا شُفتوا الكمية بقى اللي بنقول الخضرة بُصّوا كمية الخضرة وصلت لإيه. خلاص هاقلّب فيها كويس جدًا، إيدِك فيها ما تسيبيهاش، إحنا مش هنوصّلها لمرحلة التحمير بتاعة القلقاس. طبعًا كمية الخضرة بجد يعني متخيّلين كمية المَيّة اللي في الخضرة ووصلت لغاية إيه. ننزل بقى بشوية توم مفرومين ناعم، لازم التوم يبقى مفروم ناعم،
عشان احنا مش هنضرب الكلام ده زي القلقاس، مش هنضربه في الخلاط، لا، احنا هنحط الكلام ده على طول على الخبيزه، فلازم التوم يبقى مفروم ناعم ونقلب. بس اول ما التوم يبتدي يصفر والخضره ابتدت اهو لونها يغير، مش عايزينها غامقه زي القلقاس. التوم اهو ابتدى يصفر، هننزل بقى ايه بشويه خبيزه على الطاسه عشان ناخد كل الحاجات الحلوه اللي في الطاسه دي والنكهات الجميله اللي في الطاسه تطلع كلها في الخبيزه نفسها. ونقلب كويس جدا وننزل بقى بيها على الخبيزه في الحله. جربوا الطريقه دي بجد هتعجبكم جدا جدا، ويا جماعه عودوا الولاد فعلا الاكل بتاعنا القديم، الاكل الحلو بتاعنا اللي اهالينا كلهم ربونا عليه بجد، يعني يتعلموه ويحبوه. انتوا عودوهم عليه، حتى لو هم مش عاوزين ياكلوه اعملوه لنفسكم، يعني اعملوه لنفسكم، يمكن هو الولد او البنت يبقوا عاوزين يشموا ريحة مثلا فريقهم يجري عليها. خلاص، ننزل بقى بالكزبرة ناشفة ونقلب. بس كده الطبخة بتاعتنا خلصت. الخبيزة تحفة وطعمها جميل جدا مع شوية لفت مخللين بقى بيتي في البيت، وشوية رز بالشعرية وعيش، ومفيش أحلى من كده. مستنياكم تجربوا الوصفة ومستنية رأيكم. ما تنسوش اللايك والشير وما تنسوش السبسكرايب. ما تنسوش اللايك عشان الفيديو يترفع. وبألف هنا وشفا عليكم وعلى ولادكم وعلى كل حبايبكم. وبألف هنا وشفا على كل الناس اللي بتحب الأكل القديم الأصيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.